السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، وحشتوني 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 جدا جدا جدا. بص، أنا مبسوطة جدا. بشكر حبايبي متابعين القناة اللي بيزيدوا كل يوم. دي حاجة بتسعدني. بصراحة مبسوطة جدا ان الاعداد بتزيد عندي. ولاحظت ان الحمد لله في تجاوب معايا في الفيديوهات. اي نعم المشاهدات قليلة، لكن الحمد لله انا راضية بده. بشكركم كتير قوي من قلبي قوي، يعني بجد. يعني كل بنت بتتفرج عليا، وكل اخت ليا، ولا انا كبيره في السن، بس يعني بعتبر نفسي اختكم، مش زي مامتكم. لا، انا بعتبر كل واحده بتتفرج عليا اخت ليا، سواء بنت صغيره سواء حد كبير. يعني بصوا، انتوا كلكم حبايب قلبي. مش عايزه اطول عليكم. طبعا انا قلت النهارده بقى عايزه اعمل حاجه كده مختلفه. طبعا الواحد زهق طول شهر رمضان. طبعا احنا بنعمل اكلات وكده، بس يعني الواحد برضو بيزهق، بيجي عليه وقت بيزهق. فاحنا النهارده بقى هنعمل حاجه كده خفيفه لكل حبايبي. هيعملوها انا متاكده. اللي انا هعمله النهارده هي عباره عن فراخ. هشويها وهعمل جنبها شويه مكرونه بقى وكده، وشويه سلطات وكده، وحاجه هتبقى خفيفه ان شاء الله. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. بصوا يا بنات، انا جايبه طماطم، يعني ما بكترش، 5 طماطمات كده. تمام. وزي ما انتم شايفين قرن فلفل رومي، على فلفل حامي، على 3 بصلات. تمام. دول اللي انا هحشي بيهم ايه الفراخ. وانا جايبه زي ما انتم شايفين اهي، غسلاها ومخليها زي الفل. ومصفياها وتمام. وتعالوا اوريكم بقى انا هعملها ازاي. وطبعا مش هنسى شويه البهارات اللي انا دايما بستخدمهم. فلفل اسود، كاري، 7 بهارات، 7 حبات، ملح، شويه بابريكا. ويلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. انا جبت الكبه بتاعتي يا بنات. هبتدي بقى اقطع البصل. تمام. واللي ما عندوش كبه ممكن يا بنات مبشره البصل، يعني مش شرط يعني كبه، المبشره بتأدي الغرض. انا بس بستسهل الكبه عشان ايديا وكده، ما بقدرش اقعد يعني ابشر وكده، فبالنسبه لي انا الكبه. معلش يا بنات، عندي الضغط، معلش، الغده تعباني شويه، فالحمد لله الواحد يعني الحمد لله. الصيام برضو مخليني على طول تعبانه وهمدانه، فاعذروني يا بنات. انا بعمل البصل. تمام. احط عليه قرن الفلفل ده اهو. تمام. وهقطع بقى الفلفل الرومي ده، هنضفه وارجع لكم. زي ما انتم شايفين يا بنات اهو، قطعت الفلفل الرومي، هبتدي افرمه وارجع لكم. زي ما انتم شايفين يا بنات، انا كده اهو فرمت الفلفل مع البصل، هفضيه وارجع لكم. في نفس الكبه يا بنات هفرم فيها الطماطم. بسم الله. انا دايما بحب اعمل كل حاجه لوحدها، يعني ده دايما كده، ما بحبش اعمل كله مع بعضه. هو الطماطم لوحدها، البصل والفلفل الرومي لوحده، وبعد كده اخلطه. زي ما انتم شايفين كده، افرمها وارجع لكم. زي ما انتم شايفين انا فرمت اهي الطماطم يا بنات. هنزلها بقى على البصل. بسم الله كده. تمام.
ابتدي. بصوا يا بنات اهي، بسم الله. شايفين؟ انا بحب دايما تبقى ايه كل حاجه كده واخده حقها يعني لوحدها. نبتدي بقى نحط بقى شويه البهارات بتوعتنا الحلوين دول. ما ننساش بقى نجيب بقى عصرة الليمون بقى، دي اهم خطوة. شايفين؟ لازم عصرة الليمون، نعصر الليمون زي ما انتوا شايفين كده. اكمل وارجع لكم. كده يا بنات الخلطة بتاعتي اهي جهزت. نبتدي بقى ايه ننقع الفراخ فيها. انا يا بنات لما باجي اشوي فراخ لازم افتح في النص كده. عارفين ليه؟ عشان اضمن انها تستوي. لازم كده تفتحوها كده، شايفين؟ عشان تضمنوا انها تستوي. تبتدوا بقى تحشوا كده والجلد كده من جوه. تمام تمام زي ما انتوا شايفين كده. احشي كله وارجع لكم. ودي اخر حاجه يا بنات اهي. ان شاء الله بكره لمة العيله باذن الله. يعني انا بحضر الحاجه دي قبلها بيوم، يعني بحضرها مثلا لو بكره الجمعه يبقى الخميس احضرها. دايما عامر يا رب، يا رب دايما عامر يا رب. اللهم بارك. ربنا يزيدكم من نعيمه يا رب، يصلح لكم الحال ويروق بالكم ويشفي كل مريض يا رب حق الايام المفترجه دي. هخلص وارجع لكم. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات انا خلصت الكميه اهي، بسم الله ما شاء الله. طبعا اهي هروح كده مغطياها وايه وحطاها في التلاجة ومبيتاها لتاني يوم. دي يا بنات الفراخ اللي انا كنت نقعاها قبلها بيوم يا بنات. انا دلوقتي اهي حطيتها على البوتاجاز، هتاخد غلوتين اهي. تمام. وبعد ما تاخد الغلوتين على البوتاجاز هدخلهم تحت الشوايه. تمام. لما تطلع بقى الحاجه هوريها لكم يا بنات. اهو طلعت اول صينيه، حطيت الفحم وهبتدي بقى ايه احط نقطه الزيت كده على الفحم اهو. بصوا وابتدي بقى اغطيها اهي. اطلع التانية بقى. وادي تاني صينيه يا بنات اهي. احط لها بقى نقطه الزيت. بصوا نغطي كده